مساء الخير صحابي وصحباتي وكل اللي معايا على القناه، وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده صحيت من النوم بقى لقيت جوزي بيقول لي بقول لك ايه، مفيش فلوس ومفيش اكل في البيت. انت بقى النهارده تتصرفي وتعودي العيال كده بقى ان شاء الله ما ياكلوش خالص، عشان خاطر ايه منهم ان هي يعني ايه، يعني نوفر للبلد، ومنهم كده ان احنا يعني ان شاء الله نخس. قلت له ازاي يعني العيال دي هتستحمل؟ اما قايل لي انا اعمل لك ايه، مفيش فلوس في البلد ولا والاكل كله غالي، هعمل لك ايه؟ قلت له خلاص ماشي انا هتصرف. قمت فاتحه التلاجة وطلعت كل البواقي اللي عندي، لقيت عندي سجق بقى و... وكده، وكل اللي انتوا شايفينه اللي موجود عندكم دلوقتي ده. قطعت بصلايه وحطيتها على شويه زيت وعليها شويه فلفل، وبصوا بقى عملت اكل بقى خرافه 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 هتشوفوها دلوقتي. قبل ما اكمل لكم الفيديو ادعوكم للاشتراك للقناه يوميات كف القمر لو اول مره تشوفوني. بعد ما حضرت الطاسه بتاعتي وحطيت البصلايه وعليها بقى الفلفل، وقرن فلفل بقى حراق وفلفل الوان، وقول الله ما اقدرش اقول لكم. ونزلت بالطماطم، ما بسبكش يا جماعه، ما بسبكش، تشويحات كده تشويحات، وكله من خير التلاجة. الحمد لله التلاجة كانت لسه يعني فيها الرمق شويه، وكان فيها شويه حاجات. قعدت اقلب 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 واشوح كده اهوت. وبصوا بقى المفاجأة يا جماعة، والله عملت أحلى بيتزاية أحلى بيتزاية. حطيت شوية الفلفل الأسمر وشوية الملح بتوعي، وبصوا بقى على المفاجأة الكبيرة الكبيرة الكبيرة. يا جماعة متنسوش اللايكات اللايكات اللايكات. السجق بتاعي بقى يا جماعة قمت مقطعاه طرنشات طرنشات ونازلة بيه. ما قلبتش، أنا سايباه كده على الوش، ما قلبتش، وهديت النار خالص خالص خالص. وقمت نازلة بشوية الزيتون كانوا عندي برضو، كله من خير التلاجة يا جماعة. ما احنا هنعمل ايه، مش هنجوع والله، مش هنجوع. أكلة اقتصادية وجميلة وموفرة جدا جدا جدا، وكله من خير التلاجة. نزلت بالزيتون فوق السوسيس. بصوا بقى المفاجأة، مفاجأة بقى. لقيت 4 بيضات عندي، كانوا الحمد لله كانوا لسه موجودين قبل الغلا يا جماعة. فقشتهم زي ما هما كده ونزلتهم زي ما هما. ما تقلبيش اي حاجة، ما تقلبيش اهو. وطبعا شوية ملح صغيرين عشان خاطر الزيتون هينزل ملح. اه انتوا شايفين. ونزلت بشوية جبنة رومي كانوا عندي، قطعتهم حتت صغيرة، مش قادرة اقول لكم بقى على الطعم. اهو زي ما انتوا شايفين. وبعد ما نزلت بالجبنة الرومي غطيتها يا جماعة زي ما هي اهو، وسبتها مفيش 10 دقايق وطلعت الأكلة الجميلة دي. وكلت أنا وجوزي والعيال والحمد لله، وما ما جوعناش والله لسه الحمد لله، يعني فينا رمى اهو، ما جوعناش يا جماعة. والجبنة السايحة، يا خراش يا خراش على المنظر، مش قادرة بجد. منظر جميل جميل. انتوا كمان تقدروا تعملوها لو عندكم اي بواقي، اي حاجة تنفع بلانشون، تنفع ببسطرمة، مش لازم سوسيس. اي بواقي اي حاجة عندك ممكن تعملي منها الاكلة الجميلة جميلة 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 دي. ويا جماعة ادعوكم الاشتراك للقناة يوميات كف القمر لو اول مرة تشوفوني. بالله عليكم اشتراكات كتير 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 كتير. بحبكم جدا، ومش هنجوع يا جماعة الحمد لله. ربك هو اللي بيسترها، ربك هو اللي بيسترها. انا بقالي كتير ما صورتش طبعا، بحكم طبعا الحاجة بقت غالية، وانا عاملة اضراب عن الفراخ واللحمة، بس اهو بناكل. جينا في اليوم التاني يا جماعه، العيال بقى يعني بالليل لما جاعت عملت لهم كشري عدس اصفر، بس انا ما صورتش الطريقه. وشويه بقى طرنشات. بصوا بقى الطبق ده كفيل ان بصوا قسما بالله العظيم كلت انا والعيال اكل ما اقدرش اقول لكم. البصل الاحمر، طماطم، فلفل، عصرة ليمون، كمون، شويه خل، شويه ملح، وكلنا كلنا كلنا كلنا. والحمد لله مش هنجوع، اللهم لك الحمد يا رب، اللهم لك الحمد. بالله عليكم ادعوكم الاشتراك للقناه، لايك كتير هو ده اللي بيرفع القناه معايا. هتوحشوني جدا لحد ما اصور لكم حاجه جديده.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.